أكتر الجهات اللي اتأثرت بالفيروس ده وكانت تأثير خطير جدا على حياة الناس هي عدد من المستشفيات العامة في إنجلترا واسكتلندا، واللي خلت المستشفيات دي تعطل خدماتها وتوقف الكشوفات أو حتى استقبال الحالات بتاعة الطوارئ والمرضى اللي عندهم حالات حرجة. مش بس كده، ده اضطروا ينقلوا الحالات الحرجة بالإسعاف لأماكن تانية بسبب إن الأجهزة الطبية هي كمان اتصابت بالفيروس وقفت عن العمل. يعني الناس كانت ممكن تموت بالفعل من هجمات الفيروس ده. الأزمة دي حصلت في أغلب دول العالم تقريبا، والأجهزة بتاعتهم البيانات عليها اتشفرت، واللي عاملين الفيروس طلبوا فدية بالبيتكوين في خلال 3 أيام، وبعد ال3 أيام السعر هيتضاعف، ولو ما تمش الدفع خلال 7 أيام هيتم حذف كل الملفات من الأجهزة للأبد. زي ما قلت لك، الموضوع عمل أزمة كبيرة حوالين العالم بسبب التأثير اللي عمله الفيروس ده، والحقيقة إن الولايات المتحدة قررت تتهم كوريا الشمالية بأنها هي اللي ورا الهجمات بتاعة وانا كراي عشان تستخدم الفلوس اللي جمعتها من الفيروس لتمويل برنامج الأسلحة الخاص بيها زي ما هتسمع بنفسك. After careful investigation, the United States is publicly attributing the massive WannaCry cyber attack to North Korea. الإدارة الأمريكية اتهمت صراحة كوريا الشمالية، وخصوصا مجموعة لازاروس جروب اللي عملت كتير جدا من عمليات الاختراق قبل كده، ومن أشهرها اختراق شركة سوني سنة 2014. التحقيقات اللي نشرتها الإدارة الأمريكية والاف بي اي وشركات أمن المعلومات قالت إن المجموعة دي استخدمت ثغرات التيرن بلو اللي كشفت عنها مجموعة شادو بروكرز اللي بتستغل ثغرات في الويندوز، ودي اللي ساعدت الفيروس إنه ينتشر بسرعة جدا وعلى أجهزة في أكتر من 150 دولة في وقت قليل. لكن فجأة كده بدأت الإصابات بتاعة الفيروس تقل بسبب واحد من الباحثين الشباب في أمن المعلومات اسمه ماركوس هاتشنز. ماركوس قدر يوقف انتشار الفيروس في يوم واحد، ودي كانت المفاجأة اللي ناس كتير جدا ما تعرفهاش. لكن يا ترى عمل ده ازاي؟ شوف يا سيدي، لما الفيروس انتشر حوالين العالم ماركوس كان بيتابع اللي بيحصل، وقرر انه يطلب الفيروس من واحد من اصحابه علشان يحلله يعني ويعرف هو بيشتغل ازاي. وهو بيفحص الكود بتاع الفيروس لاحظ حاجة غريبة، وهي ان الفيروس بيحاول الاتصال بموقع على الانترنت او دومين، بس الدومين غريب جدا وطويل، حروف مش مفهومة. ماركوس دور على الدومين لقاه مش متسجل، فقرر انه يسجل الدومين ويشوف بقى ايه اللي هيحصل. تخيل انه بعد ما سجل الدومين الفيروس وقف عن العمل. يعني تقريبا الشاب ده بالصدفة اكتشف ان ده الكيل سويتش او الزرار اللي هيوقف الفيروس عن العمل. تخيل دي القصة ببساطة. واضح ان اللي برمجوا الفيروس حطوا فيه الامكانية دي علشان يوقفوه لما يوصل الموضوع لخطورة معينة، او لما يحسوا ان الموضوع خرج عن السيطرة وانهم محتاجين يوقفوا الفيروس لأي سبب كان. بالطريقة دي توقف الفيروس عن الانتشار حوالين العالم، لكن للأسف ساب وراه ضحايا كتير جدا بياناتهم اتشفرت واجهزتهم اتعطلت، وده اللي عمل الخسائر اللي اتقدرت بحوالي 4 مليار دولار زي ما قلت لك. الطريف بقى في القصة دي ان الاخ ماركوس اتبسط طبعا انه عمل انجاز كبير في مجال امن المعلومات، وسافر بقى لامريكا علشان يحضر مؤتمر من المؤتمرات المتخصصة في الهاكينج وامن المعلومات في لاس فيجاس. تخيل بقى ايه اللي حصل. بعد ما خلص المؤتمر وقضاها بقى لعب وضحك وجد، راح المطار عشان يرجع لندن تاني، وهناك كانت المفاجأة في انتظاره. مجموعة من رجال البوليس قبضوا عليه وخدوه في غرفة خاصة في المطار. ماركوس دماغه بقى راحت لبعيد وبدأ يفكر، هو ايه اللي انا هببته ده عشان الناس دي تقبض عليا؟ يمكن المخدرات بقى اللي شربتها في لاس فيجاس، ولا موضوع وانا كراي، ولا ايه بالظبط؟ بعد فترة من الانتظار والحيرة ظهر عليه مجموعة من المباحث الفيدرالية وخدوه معاهم وبدأوا يستجوبوه، وكانت المفاجأة محدش جاب سيرة أي حاجة من اللي كان بيفكر فيها. المباحث الفيدرالية سألته عن برنامج اسمه كرونوس، وده يطلع ايه بقى سعادتك؟ ماركوس هو واحد من أصحابه في أوائل حياته من الكود والبرمجة اشتغل على برنامج كده اسمه يو باسكت. هتقولي وإيه المشكلة يعني؟ للأسف البرنامج اللي عمله ماركوس هو وصاحبه تم بيعه واتعمل له أبديت علشان يتحول إلى برنامج لاختراق البنوك اسمه كرونوس. ماركوس باع البرنامج على الدارك ويب بحوالي 2000 دولار بالبيتكوين وقتها. البرنامج كان متصمم علشان يسرق كلمات المرور ومعلومات الدخول بتاعة البنوك من البراوزرز أو متصفح الإنترنت من المستخدمين. المفاجأة بقى إن في 2015 كرونوس ده استخدم لاستهداف بنوك بريطانية في 2015، وساعتها الولايات المتحدة اتهمت هاتشنز إنه هو اللي ابتكر الفيروس ده وباعه على الدارك ويب واستهدف البنوك. طبعا بقى هتسألني، وليه بريطانيا ما تقبضش عليه؟ ليه أمريكا والاف بي اي وفي المطار وهو راجع بريطانيا؟ الإجابة ببساطة إن الاف بي اي لما قبضت على اللي بيديروا موقع مشهور على الدارك ويب لبيع الفيروسات والبرامج الضارة والمعلومات المسروقة اسمه ألفا باي، ساعتها حرزوا كل البيانات والسيرفرز، وساعتها كمان لقوا معلومات عن ماركوس والبيعة اللي عملها للفيروس
اللي باعوا ب $2000 وقتها. من ساعتها هو وغيره من اللي اسمهم جه في القضيه اتحطوا تحت مراقبه المباحث الفيدراليه لحد ما اتقبض عليه وهو راجع من لاس فيجاس. يعني بريطانيا اساسا ما كانتش تعرف ان ماركوس كان ورا الفيروس ده لحد ما القضيه دي ظهرت للنور. ماركوس كان قدامه حكم ب10 سنين، لكن القاضي شاف انه واحد من الناس اللي ساهمت في حل مشكله كبيره زي فيروس وانا كراي، وبالتالي خفف العقوبه لسنه مع الافراج المشروط بوضعه تحت المراقبه. بعيدا بقى عن ماركوس اللي كان ليه دور كبير جدا في وقف انتشار وانا كراي، محتاج تعرف ان الفيروس لسه موجود، وان اي حد شغال على الويندوز ومش بيعمل ابديت للاجهزه بتاعته هو عرضه للاصابه بالفيروس ده عن طريق طرق كتير جدا، فده مش معناه ان الفيروس اختفى. الشيء الثاني المهم ان مجموعه شادو بروكرز محدش عارف هم راحوا فين، ولا حد عارف لحد اللحظه دي هم مين، وهل هم ليهم علاقه فعلا باي دوله زي روسيا او كوريا الشماليه، لان مفيش اي معلومات مؤكده عن هويتهم او حتى طريقتهم في الاختراق اللي تخلي شركات امن المعلومات تصنفهم انهم تابعين لاي مجموعه من المجموعات المشهوره في الاختراق، بالرغم من التاثير الكبير اللي عملته التسريبات اللي طلعوها. للاسف معظم الناس ممكن اجهزتهم تتصاب بفيروسات الفديه، والتاثير هنا هيكون خطير لو بنتكلم على اماكن حيويه زي المستشفيات والبنيه التحتيه الحيويه زي الكهرباء والغاز وغيرها، وفي حوادث كتير جدا اكيد هنكلمك عليها في حلقات جايه ان شاء الله. لكن كل اللي عايز اقوله لك ان مفيش اي حاجه ممكن تحميك من الكوارث دي غير وعيك الامني، واهم حاجه في موضوع فيروسات الفديه هو انك تاخد باك اب او نسخه احتياطيه من ملفاتك، مش نسخه واحده، اكتر من نسخه، وكمان نسخه بعيد عن المكان اللي انت فيه. غير كده بقى فانت بتحط نفسك في مشكله كبيره، لان اغلب الفيروسات دي بتشفر البيانات بخوارزميات مش معروفه، وبالتالي بيبقى صعب جدا واحيانا مستحيل انك تستعيد ملفاتك تاني، وفي الحاله دي كل سنه وانت طيب. وبما ان الموضوع مش واقف بس على البيانات، فانت ممكن ناس حياتها تتاثر بسبب فيروسات زي دي، او تستخدمها جماعات ارهابيه لتمويل عمليات ليها. كل ده خلى وزاره العدل في امريكا ترفع مستوى الاهميه للقضايا اللي من النوع ده، وخلتها زي قضايا الارهاب بالظبط. في النهايه الكود بقى سلاح، وسلاح فتاك كمان، لو وقع في ايد اي حد ما عندوش اخلاق او مسؤوليه ممكن يعمل بيه كوارث، وممكن يعرض امننا كلنا للخطر.